انا صحيت من النوم فجأة، لقيتهم بيتكلموا وبيحكوا ويضحكوا على الزلزال وعلى الهزة الأرضية اللي حصلت. أنا بقيت موهومة لأني كنت نايمة، ومن ستر ربنا عليا إن أنا كنت نايمة في اللحظة دي، لأن أنا عارفة رد فعلي هيكون عامل إزاي، وقد إيه أنا يعني مش هيبقى عندي ثبات انفعالي في لحظات زي دي. وهقوم لما ولادي ولابسة الإسدال بتاعي ونازلة في الشارع، قاعدة في الشارع لغاية ما أطمن خالص إن الهزة الأرضية العنيفة دي راحت. زلزال ده انا من سنين، من ايام ما كنت عيله صغيره مش واعيه قوي، لما كان في زلزال قبل كده وكان حاصل في عز النهار وحسينا بيه. انما ده من ستر ربنا علينا ان هو حصل بالليل ومعظم الناس نايمه. تفكيري راح لمليون حاجه، اطمن على امي وابويا، اطمن على اخواتي، اطمن على صحابي، على زوجي مسافر، اطمن عليه. يا ترى الهزه الارضيه دي يعني وصلته؟ طب هو كويس؟ طب انتوا كلكم كويسين؟ وبعدين وانا ماشيه كده ورايحه الشغل قعدت افكر، قعدت اقول يعني هو انا خلاص الدنيا كده يعني على لحظه، يعني احنا كده على لحظه ممكن الانسان ينام عادي مفيش في دماغه مشكله معينه ولا حدث معين، يقوم من النوم ان في زلزال وفي هزه، وممكن لا قدر الله حد يموت، حد ما يكونش موجود. يعني الحمد لله ان انا روتين يومي بعد الفجعه دي حمدت ربنا ان روتين يومي ماشي عادي، مفيش عندي مشكله الحمد لله. انا اهو، انت اهو، انا قاعده اقول لنفسي كده، انت اهو رايحه الشغل الصبح، رحت قابلت صحابي كلهم وكلنا بنتكلم في الموضوع ده، ما هو حديث الساعه بقى. كلنا بنتكلم في الزلزال، طب انت كنت بتعملي ايه؟ طب وقتها انت كنت فين؟ طب حسيتي بايه؟ طب مش عارف ايه. انا ما كان ولادي اللي صاحيين وانا كنت نايمه، ونايمه نوم عميق. فلما قمت الصبح بيقولوا لي، وحمدت ربنا ان هم ما صحونيش، يعني هم في العادي اي حاجه لو حتى بسيطه بيصحوني، ماما قومي كذا، ماما هاتي لنا كذا. في اللحظه دي الحمد لله هم ربنا هداهم ان انا ما صحونيش وقمت في ميعادي عادي. فلقيتهم بقى بيحكوا لي بعدها. فده يا جماعه يعني انا خدته ان هو عظه وعبره لينا كلنا. يعني الواحد ممكن على لحظة ما يبقاش موجود، على لحظة برج بحاله ما يبقاش موجود، عمارة كاملة ما تبقاش موجودة، هزة بسيطة جدا جدا جدا. فقد ايه الانسان ضعيف، قد ايه الموضوع ده ما بيفرقش بقى غني من فقير، من معاه من معهوش، من منصب كبير من غفير. كلنا هننزل كده، اللي ينزل بالترنج بتاعه، واللي نازل بالبيجامه، واللي نازله بالاسدال، كلنا كده بنطلب ستر ربنا علينا وبننزل في الشارع كلنا قاعدين مع بعض. الغفير جنب ابن الباشا، جنب كده قاعدين في الشارع، جنب اللي منصبه عالي، جنب. فقد ايه الدنيا مش مستاهله، وقد ايه الحياه على لحظه. فدي بتدينا عبره وعظه كده ان احنا يا جماعه يعني الواحد يستهي في حاجات كتيره كان مقضيها في الليله دي مثلا، وهو كان متضايق من حد، كان زعلان من حاجه هايفه حد عملها، كان متضايق من ولاده على تصرف معين عملوه. لا دي فوقه، دي مش هزه ارضيه، دي هزه قلبيه، هزه قلوبنا، هزه دماغنا، هزه تفكيرنا. فوقه، يعني الهزه دي قالت لنا كلنا فوقه، الدنيا خلاص على لحظه والدنيا مش مستاهله. اللي زعلان من امه يروح يصالحها، اللي زعلان من ابوه، من اخواته، من صاحبه على حاجات هايفه وهو اللي بادئ. يا جماعه الدنيا مش مستاهله ان احنا نفضل متضايقين من بعض او زعلانين من بعض. الدنيا مش مستاهله ان انا اندب حظي، واشمعنى فلان عنده وانا ما عنديش، واشمعنى فلانه عندها وانا ما عنديش، وليه انا مش غنيه زي فلانه، وليه انا مش معايا زي علانه، وليه. كل دي امور احنا خلاص يعني استهيفنا نفسنا بعد اللي حصل ده. وربنا يا رب يستر علينا من فواجع الأقدار، ويستر علينا من الفجأة، ويستر علينا من توابع الزلزال ده، ويحرسنا ويحرس أولادنا، ويجعل مصرنا آمنة مطمئنة إن شاء الله.
فقد ايه لازم واقفه مع النفس، واقفه مع النفس ان خلاص. غير كده كمان الدنيا بتجري قوي، والسنه بتعدي بسرعه. يعني انا فاكره كويس جدا ان مثلا حاجه حصلت وكانت قريبه جدا، دي من سنه ازاي؟ ده انا حاساها من شهر، حاساها من كام يوم. هو ده بقت سنه الحياه دلوقتي، ان الدنيا بتجري والوقت بيجري بسرعه. فانا طلعت لكم النهارده يعني بجد، انا كنت محضره فيديو تاني خالص وسيستم تاني خالص، بس حسيت ان انا لازم اشارك معاكم الموضوع ده. وبعدين حصل لنا كلنا في لحظه واحده، كل المصريين حسوا بالزلزال، وكان قوي، ما كانش ضعيف، كان قوي. كان 5.6 ريختر او حاجه زي كده، يعني تحس بيه. وكلنا في وقت واحد بنتكلم عليه، وما فكرناش بقى ان الزلزال ده جاي على واحد وهو بيقيم الليل، غير واحد بيصلي مثلا العشاء لسه مأخرها، غير واحد بيتوب في اللحظة دي، غير واحد على معصية في اللحظة دي برضو. لو كان مكتوب له ان هو ربنا يتوفاه على المعصية دي، كان هيبعث عليها وهيبقى موقفه ايه. فهي واقفة مع النفس. يعني انا شفت فيديوهات كتيرة جدا، ناس سهرانة وقاعدة على التيك توك وقاعدة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، واللي بيعمل لايفات اصحاب المحتوى، واللي بيعمل كذا، واللي قاعد بيسمع اغاني، واللي قاعد بيقرا قرآن، واللي قاعد يا سلام. ده جالنا يعني حاجة يعني تهزنا كده من جوانا من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لنا فوقوا فوقوا، الدنيا مش دايمة، والدنيا بتخلص، وانتوا لازم تعيشوا حياتكم، بس عيشوها صح. ومعلش ما ترتكبوش ذنوب وانتوا بتعيشوا حياتكم. يعني نتمتع بالدنيا كده بما يرضي الله، واللي يرضي ربنا، واللي يضاف لنا في ميزان حسناتنا، علشان لما نيجي علينا اللحظة الحاسمة اللي هي هنسيب فيها الدنيا، ما نبقاش ندمانين على حاجة، وما نبقاش خايفين من الموقف العظيم. غير كده كمان انا المشهد ده فكرني بالموقف العظيم بالبعث بيوم القيامه، بما كل واحد بيجري مش واعي للتاني. سيبنا موبايلاتنا وسيبنا فلوسنا وسيبنا بيوتنا وسيبنا الدنيا كلها وطلعنا نجري. يعني معنى كده ان الحاجات دي زائله، وفي لحظه الجد مش هنبقى حريصين ناخدها معانا. احنا هنبقى حريصين ننجو بنفسنا بس، وناخد بعضنا كده وناخد احبابنا ونجري بيهم، بحيث ان احنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى واحنا على حسنات، على حاجات كويسة، على رصيد حلو لينا عند ربنا سبحانه وتعالى. حبيت اشارككم اللحظة، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا كنتوا فين، بتعملوا ايه وقت الزلزال، ويا ترى استقبلتوا الخبر ازاي. في ناس جالها الخبر على موبايلاتها بس كانت نايمة، وفي ناس جالها الخبر على موبايلاتها وكانت صاحية وافتكرتها دعابة، ما صدقتش نفسها الا ما حست بالهزة. ساعتها ان الواحد بيتعرى قدام نفسه وبيتعرى قدام ربنا. انت ضعيف، ارجع لخلقك وتوب، وما تعرفش اللحظة اللي هتيجي نفارق فيها الدنيا امتى. ودي برضو من الحاجات المهمة اللي اتعلمتها في تجارب الحياة، وحابة انقلها لحبايبي في قناتهم الجميلة تجارب حياة. بحبكم جدا، وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة. عايزين نكبر عيلتنا، وعايزين نبقى صحبة كده حلوة، ننصح بعض ونفيد بعض بتجارب الحياة. وما تنسيش التعليق اللي قلتلك عليه واللايك. بحبكم جدا، ويا رب يحسن خاتمتنا جميعا، ويا رب نعيش ونتمتع بالحياة في ظل طاعة ربنا سبحانه وتعالى. بحبكم، مع السلامة.